سنة 1960 كانت أول مرة تعرف أستراليا قضية من النوع ده، قضية خطف طفل قصاد فدية. طفل عنده 8 سنين صور وملت كل الصحف مرتين في أقل من شهر. المرة الأولى لما عيلته كسبت جايزة اليانصيب بمبلغ كبير، والمرة التانية لما للأسف اتخطف والخاطف طالب فدية بمبلغ كبير عشان يرجعه. في سنة 1960 في سيدني في أستراليا كانوا بيعيشوا عيلة ثورن. الأب بيزل بيشتغل مندوب مبيعات وبيسافر كتير يسوق بضايع، والأم فريدة ما بتشتغلش. عندهم 3 أولاد، الكبيرة تشيرل وجرام 8 سنين وبليندا 3 سنين. تشيرل ما كانتش عايشة معاهم في البيت لأنها كان عندها نوع حاد جدا من الإعاقة، وكانت موجودة في مؤسسة متخصصة للنوع ده. كانوا عايشين في شقة عادية بالإيجار، وكانت حالتهم المادية عادية جدا، وكمان كتير كانوا بيمروا بأزمات مادية وديون. بيزل كان مجتهد في شغله جدا، وكان هدفه انه يعلم ولاده كويس قوي، وكانوا متفقين ان كل استثماراتهم تبقى في تعليم ولادهم، وده اللي خلى جرام موجود في مدرسة من أكبر وأشهر المدارس في سيدني. لكن يوم 1 يونيو 1960 اتغيرت حياتهم للمرة الأولى. بيزل دخل على عيلته وهو مبسوط وفرحان وبيهلل لأنه كسب جايزة اليانصيب اللي عاملاها الأوبرا في الوقت ده بمبلغ كبير جدا. التيكت بتاعه كسب 100,000 جنيه اللي يتقدر دلوقتي بأكتر من 3 مليون دولار. كانوا في منتهى السعادة، وبيزل كان بيقول لهم خلاص من دلوقتي مفيش لا مشاكل مادية ولا أزمات. وكانت أخبارهم وصورهم مالية الصحف كانت بتنشر كل يوم أخبار عنهم وعن ولاده وأساميهم، وحتى عنوانه كانوا كاتبينه. كانوا بيعتبروها نوع من الدعاية عشان يبيعوا ورق ينصيب أكتر. ما اعتبروش ان ده خصوصية، ولا حد فكر انه ممكن يتعرضوا عن طريق المعلومات دي لأي خطر او يخليهم هدف لأي مجرم، لان دي ما كانتش حاجة معتادة في الوقت ده، ولا كان في جرائم اصلا كتير في سيدني. ميعاد استلام الفلوس كان يوم 7 يوليو، يعني تقريبا بعد شهر من اعلان الجايزة. وجه يوم 7 يوليو اليوم اللي كانوا مستنيين حياتهم تتغير فيه، وفعلا اتغيرت فيه حياتهم للمرة التانية، بس للأسف للأسوأ. بدأوا يومهم عادي، صحيوا بدري زي كل يوم، ومشي بيزل بدري جدا لأنه هيسافر يستلم الجايزة من مكان بعيد. جهز جرام عشان يروح المدرسة، سلم على مامته واخته وخرج. وكان متعود انه يروح المدرسة مع صاحبة مامته فيليس اللي بتفوت عليه كل يوم توصله المدرسة مع ولادها الاتنين اللي بيدرسوا في نفس المدرسة. كان متعود انه كل يوم بينزل بدري شوية لانه بيفوت على محل الحلويات اللي في الشارع اللي جنبهم، يشتري حلويات ويقعد ياكلها ويستنى فليس قدام المحل لغاية ما تفوت عليه. وفي اليوم ده لما فاتت عليه فليس زي كل يوم ملقتهوش واقف قدام المحل. استغربت وبعتت ابنها يدخل جوه المحل يمكن اتأخر جوه، لكن ملقاهوش جوه. فرجعت لبيت فريدة وهي معتقدة انه ممكن يكون عيان او اتأخر النهاردة، لكن لما رجعت لفريدة اتفاجئت انه نزل في ميعاده. طبعا فريدة قلقت جدا وجريوا على المدرسة، وكل املهم ان هم يلاقوه هناك، انه يكون مشي لوحده ووصل للمدرسة. وجرام كان طفل مؤدب جدا وظريف ومحبوب جدا. لما وصلوا المدرسة ملقاهوش موجود، وبلغوا البوليس، والدنيا اتقلبت، والبوليس بدأ يدور عليه في كل مكان، وجزء من رجال الشرطة كان موجود عندهم في البيت. بعد ساعة واحدة من اختفاء جرام رن تليفون البيت، ولما ردت فريدة اللي على التليفون قال لها ان ابنها عندهم، وطلب منها يكلم بيزل جوزها. واحد من ضباط الشرطة خد منها التليفون ورد عليه على ان هو بيزل. الخاطف طلب منه ان الساعة 5 بالظبط يحضر 25,000 جنيه، وإلا ابنه هيكون أكل لسمك القرش النهاردة. ارتبك الضابط وما كانش عارف يرد. أول حالة فدية يسمع عنها، ما سمعوش عنها قبل كده، ولا مدربين عليها ولا متوقعينها. وفريدة معهاش الفلوس، جوزها لسه هيرجع آخر النهار، وفي زمن مفهوش ولا نت ولا محمول، هو ما يعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل لابنه ولا قادرين يوصلوا له. كان في حالة رعب، وكلام الخاطف ما كانش مجرد تشبيه، لأن في الوقت ده في استراليا كان في انتشار كبير لأسماك القرش وحوادث مهاجمتها للإنسان. البوليس ما قدرش يوصل لأي حاجة من المكالمة غير ملحوظة واحدة، إن الخاطف عنده لكنة أوروبية واضحة،
وكانوا مستنيين المكالمة التانية اللي هيقول فيها تفاصيل أكتر وإزاي هيستلم الفلوس عشان يعملوا لها تتبع ويقدروا يعرفوا مكانه. حاولوا يبعدوا الموضوع عن الصحافة، لكن في صحفي بمجرد ما عرف على الظهر كان نشر الخبر عنوان رئيسي في الجورنال بتاعه. وبعد الظهر وصل بيزل من السفر، وفي المطار استقبلوه بأسوأ خبر ممكن يسمعه عن اللي حصل لابنه. كانوا في حالة وحشة جدا، وقال لهم انه مستعد يدفع كل الجايزة اللي كسبها فدية لابنه بس يرجع. وظهر في مؤتمر صحفي في لقاء تلفزيوني وهو بيترجى الخاطف انه يرجع له ابنه. Well, all I can say is that the person that's got him, if he's a father and got children of his own, well, for God's sake, send him back in one piece. I can't. فضلوا مستنيين المكالمة لغاية ما جت الساعة 5 وعدت والمكالمة ما جتش. فريدة كانت بتقول ان هي متماسكة علشان خاطر بنتها الصغيرة، لكن جالها انهيار واضطروا ان هما يدوها منوم. وبيزل كان قاعد في حالة صعبة جدا مستني مكالمة الخاطف ومجهز الفلوس، والبوليس معاه وجزء تاني من رجال البوليس بيدوروا على جرام بره في كل مكان، بيدوروا عليه وبيحققوا مع اي حد حوالين الموضوع. ولما حققوا مع صاحب محل الحلويات قالوا ان جرام كان متعود يروح له كل يوم في نفس الميعاد وياخد نفس الحلويات، لكن في اليوم ده ما راحلوش اصلا. واخيرا الساعة 10:15 رن تليفون البيت واتصل الخاطف، ورد واحد من الضباط على انه بيزل. ولما رد حاول يطول مع الخاطف على قد ما يقدر عشان يقدروا يعملوا تتبع للمكالمة، لكن الشخص اللي على التليفون ما طولش، ما قالهمش بس غير حضروا الفلوس في شنطتين مش شنطة واحدة وقفل. فطبعا ما قدروش برضو يحددوا مكان المكالمة جاي منين، وما كانش برضو قال اي تفاصيل عن تسليم الفلوس. ففضلوا جنب التليفون مستنيين مكالمة جديدة. وجزء تاني من البوليس قالب الدنيا في الشارع، بيدوروا في كل مكان، بيوقفوا كل العربيات وبيسألوا كل الجيران، عاملين مجهود كبير جدا لدرجة ان هم استدعوا اي ضابط كان في اجازة في الوقت ده، وكمان استعانوا بالمجرمين ومسجلين الخطر ان هم يدلوهم على اي حد يعرفوه يمكن يكون هو الشخص المطلوب. ده غير مجموعات المتبرعين اللي كانوا بيدوروا على جرام في كل مكان. لقوا البوليس ان اكتر من شخص وصفوا لهم نفس المواصفات لشخص غريب عن المنطقة. لاحظوا انه في الفترة الاخيرة كان بيجي يلف في المكان ويتفرج على المنطقة ويتجول فيها، لغاية ما جه اهم شاهد فيهم قال لهم انه شاف نفس مواصفات الشخص اللي وصفوه كل الشهود، شخص ضخم وشعره اسود وعينيه سودا، وانه ممكن يكون ايطالي، وان الشخص ده كان راكب عربية نيسان زرقاء وراكن فيها في نفس الشارع اللي موجود فيه المحل اللي بيروحوا جرام كل يوم. والميعاد اللي شافه فيه كان قبل ميعاد خروجه من البيت ب5 دقايق تقريبا. والشخص ده وصف لهم مواصفات العربية بالظبط لانه كان غاوي عربيات. البوليس لما دور لقى ان في 5000 عربية بنفس المواصفات، ووقتها التدوير ده كان بياخد وقت كبير. المهم لما جمعوا الخيوط جنب بعض لقوا ان الشخص ده عرف كل اخبارهم عن طريق جايزة اليانصيب. لكن كان فاضل لهم سؤال، عرف منين رقم تليفونكو رغم انه مش موجود في دليل التليفونات؟ في الوقت ده فريدة افتكرت حاجة حصلت من اسبوعين. قالت ان من اسبوعين في واحد خبط عليها باب الشقة وقدم لها نفسه على انه مخبر خاص متعين من السكان اللي كانوا ساكنين في البيت قبلها، وان بينهم قضية طلاق، وانه بيحقق في الموضوع وهيخبط على كل الجيران. وفعلا خبط على كل الجيران قدامها وخد منهم كلهم ارقام تليفوناتهم. والشخص ده كان عنده نفس الاكسنت الاوروبية بتاعة الخاطف اللي بيكلمهم في التليفون، وكمان نفس المواصفات اللي وصفوها الشهود. التحريات شغالة ولقوا شنطة جرام مرمية على الأرض على بعد 20 دقيقة من البيت. الشنطة زي ما هي، حتى الأكل اللي جواها كان زي ما هو ومفيش عليها أي آثار. وجالهم مكالمة من شاهد جديد بيقول لهم إنه شاف جرام في عربية مع 2 رجالة أعمارهم تقريبا من 20 ل30 سنة، ومعاهم واحدة ست أكبر منهم شوية. راح البوليس على مكان البلاغ اللي كان تقريبا على بعد 30 دقيقة من البيت، على أمل إن هما يلاقوا هناك شهود أكتر. وفي محطة البنزين هناك وهما بيحققوا لقوا عامل بيحكي لهم إنه فعلا شاف نفس الطفل اللي في الصورة موجود مع شخصين في عربية في نفس يوم الاختفاء.
ومش بس كده، ده يوميها بلغ عنهم البوليس لأنه لاحظ وهم خارجين من محطة البنزين إن العربية معلهاش أي أرقام وإن هم ماشيين بسرعة جدا. البوليس لقى العربية وكانت مسروقة وللأسف ما وصلتهمش لأي حاجة. قضية جرام كانت الخبر الرئيسي في كل الصحف والأخبار العالمية، والخاطف ساكت، مفيش لا مكالمات ولا أخبار. الأب والأم منهارين مستنينه بس يتصل ومستعدين يدفعوله أي حاجة يطلبها. والحكومة أعلنت إنها بتناقش تشديد عقوبة الخطف ما عدا للشخص اللي بيرجع الطفل سليم، عشان يشجعوه إنه يظهر ويرجع الطفل، غير الجوائز اللي أعلن عنها البوليس وبعض الصحف كمان. وبيزل الأب أعلن إنه هيدي أي شخص يرجع له جرام أو يدله عليه كل جايزة اليانصيب اللي كسبها. بس للأسف زي ما كان حواليه ناس كتير متعاطفة ومتعاونة وبتحاول تساعده، أول ما أعلن عن الجايزة اتعرض لمكالمات كتير من ناس بتحاول تنصب عليه أو تخدعه أو ناس بتتسلى، لغاية ما جه يوم 15 أغسطس مجموعة من الأطفال بيلعبوا في جنينة جنب بيت عيلة بيزل، لقوا بطانية ملفوف فيها حاجة، ولما جريوا على أهاليهم يقولوا لهم وبلغوا البوليس اكتشفوا إنها للأسف جثة جرام. الطب الشرعي حدد إن جرام اتعرض للخنق وضربة قوية في الجمجمة، وإن سبب الوفاة ممكن يكون حاجة منهم أو الاتنين سوا. وفي البطانية اللي كان ملفوف بيها الطب الشرعي لقى آثار شعر نوع معين من الكلاب، وآثار طوب ونوعين من الزرع. البطانية كانت صناعة يدوية، ولما البوليس وصل للشخص اللي بيبيعهم عرفوا عن طريق التحريات إن واحدة من اللي اشتروا البطانية عندهم عربية نيسان زرقاء، واكتشفوا إن هي وجوزها وولادها تاني يوم اختفاء جرام سابوا بيتهم وما رجعوش لغاية دلوقت. الشخص صاحب العربية كان ستيفن برادلي، واللي ما كانش أول مرة البوليس يشوف اسمه، لأنه كان واحد من اللي حققوا معاهم وهم بيدوروا على أصحاب العربية الزرقاء، ووقتها ما كانش محل اتهام ولا شك. برادلي هو مهاجر جه من المجر لاستراليا سنة 1950، واسمه الحقيقي كان ستيفان وغيره لما وصل استراليا. اشتغل شغلانات كتير منها ممرض في مستشفى نفسي وفي مصنع، وآخرهم كان في شركة تأمين على الحياة. اتجوز 3 مرات، الزوجة الأولى معرفوش عنها معلومات كتير، والزوجة التانية كانت إيفا، خلف منها بنت وبعدها بشوية ماتت في حادثة عربية. كتير من الشهود قالوا إن الحادثة كان مشكوك فيها إنها حادثة طبيعية، وكان في علامات استفهام كتير. واللي ورثها بعد ما ماتت بعدها كان عنده تهمة بقضية نصب لكن طلع منها براءة، واتجوز الزوجة التالتة. والزوجة التالتة كانت ماجدة، مطلقة وعندها طفلين، وقرروا يتجوزوا ويربوا ال3 أطفال مع بعض. ستيفن برادلي شهدوا الجيران إنه شخص غريب، دايما يلبس بدل غالية قوي وعربيات غالية رغم شغلته العادية، وإنه كان دايما مكشر مش بيبتسم أبدا، لكن كان أب وزوج كويس قوي. لما دخلوا البيت لقوا نسخ من جرايد منشور فيها قصة عن حفيد المليونير الفرنساوي اللي اتخطف واتطلب منه فدية، ورجع بعد يومين بعد ما دفعوا الفدية، لكن الخاطف اتقبض عليه واتحكم عليه ب20 سنة سجن. والخطف كان حصل بعد الخبر اللي اتنشر في الجرايد عن الأرباح الكبيرة اللي حققها المليونير في صفقة عربيات، واللي واضح انه حب يقلدهم بعد ما شاف خبر جايزة اليانصيب بس من غير ما يتمسك، خصوصا انهم لقوا في البيت أدلة كتير جدا، صور وآثار للسجادة اللي كان ملفوف فيها جرام، وصور للكلب اللي شعره موجود على السجادة، وأوضة فيها نفس نوع الطوب اللي لقوه، وفي الجنينة نفس نوع الزرع اللي لقوه على السجادة. ودوروا على العربية لقيوا انه بحة، ولما راحوا للمشتري وفحصوا شنطة العربية لقوا فيها آثار كتير جدا لجرام. وبالتحريات وصلوا لأن مراته سبقته بالطيارة على انجلترا وحصلها هو بالمركب، بس لما المركب وصلت على سريلانكا هرب هناك، وبالاتفاق مع البوليس هناك اتقبض عليه وترحل على استراليا، وبدأ التحقيق معاه واعترف بخط ايده بكل اللي حصل، وحكى انه ازاي بعد ما شاف خبر الجايزة وتفاصيل حياتهم في الجورنان اللي كان فيه عنوانهم راح وجاب رقم التليفون وراقبهم كام يوم، وراقب جرام وقابل جرام وأقنعه إنه يعرف مامته وباباه وعنوانهم، وإنه صاحبهم، وإن فليس عيانة النهاردة وهو اللي هيوصله. وركب معاه جرام، وبعد شوية وقف في جنينة وكتفه وحطه في شنطة العربية، وقال إنه كان ناوي يرجعه بعد دفع الفدية
لكن اتفاجئ بعد ما سابه 7 ساعات في جراج البيت إنه اتخنق في شنطة العربية ومات. وبدأت المحاكمة، وعدد كبير من الناس كان بيتجمهر قدام المحكمة وكلهم غضبانين منه ونفسهم يعتادوا عليه وينتقموا منه. كانت المحاكمة تحت حراسة مشددة، واتفاجئ الناس الغضبانين وأهل جرام في المحكمة إنه بينكر إنه مذنب، وبيقول إن القتل كان خطأ وإنه كان ناوي يرجعه، وإنه عمل كده واعترف تحت ضغط عشان خايف على سلامة عيلته. لكن الطب الشرعي اعترض وقدم الدلائل على إن جرام اتعرض لعنف كبير، وإن الوفاة ما كانتش بسبب وجوده في شنطة العربية لساعات طويلة. وسط فرحة الناس شافت المحكمة إنه مذنب واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقف ستيفن في المحكمة يزعق ويقول إن الصحافة هي السبب، ليه بتنشر لنا أخبار الناس دي وحكاياتهم؟ وقال إن الهدف ما كانش بس الفلوس، لكن لما قرأ قصة بيزل في الجورنال مشاعر كبيرة حركته. كان غيران منه، شاف إن هو قده في السن لكن كل حياته مستقرة، ما اضطرش يسافر من بلده ويهاجر، وكمان متجوز مرة واحدة ومستقر مع مراته وما دقش تجربة الطلاق المرة، وعنده ولاد حلوين وكسب فلوس كتير. وإن قال لنفسه على الأقل يكون لي نصيب من الفلوس. الناس في المحكمة لما سمعوا قد ايه غيرته وحقده استفزهم وحاولوا يهجموا عليه. والغريبة انه كان بيتكلم ومش باين عليه اي ندم قدام دموع بيزل وفريدة. ماجدة اتطلقت منه بعد 4 سنين من سجنه ورجعت على اوروبا، ورغم ان اسمها جه اكتر من مرة من الشهود بس ما قدروش يثبتوا عليها حاجة ولا هو اعترف عليها. ستيفن مات في السجن وهو عنده 42 سنة بأزمة قلبية. أما بيزل وفريدة فما قدروش أبدا يتعافوا من اللي حصل لابنهم، سابوا المدينة وراحوا مكان تاني لكن فضلوا لسنين بيعانوا. بيزل من وقتها عانى من مشاكل نفسية وصحية كتير لغاية ما مات بعد ما مات ستيفن ب7 سنين. عاشت فريدة بعده لسن كبير لكن عمرها ما تعافت من اللي حصل ولا قدرت تعيش حياتها طبيعي.